بداية تعال الأول نسمع الفيديو ده وبعدها نتكلم. بص أنا عايزك تهدي أعصابك، في حد بعت لك رسالة علشان الكلام اللي قلته في آخر فيديو عن لبس البنات وإن مفيش رجالة، وده كاتب إيه في الرسالة يا أبوي؟ هو كاتب إن لو البنات ما عملتش كده مش هتتجوز ولا حد هيشوفها. بصراحة عنده حق يا سيدي محمد. عنده حق إزاي يعني؟ أيوه، لو البنات ما عملتش كده مش هتتجوز. راجل، أمال هتتجوز إيه؟ ذكر يا سيدي محمد. وطبعا أنت عارف الفرق بين الراجل والذكر. طبعا ما فيش راجل يا استاذ محمد يقبل على نفسه انه يتجوز واحده كانت بتعرض نفسها على رايح واللي جاي علشان تلاقي عريس. خلصتها. بسبب الفيديو اللي انت سمعته ده انا تهكمت من بعض الاشخاص خلال الكام يوم اللي فات، والحقيقه اني ما كنتش حابب اطلع ارد لان التبرير غالبا بيضعف صاحبه، لكن لما قعدت اقرا الرسائل اللي وصلتني لقيت ان في ناس فعلا زعلت، مش علشان هم غلط لكن علشان كلامي اتفهم بمنطق التعميم وانا ابعد ما يكون عنده. والجميل بقى ان اغلب الرسائل دي كان فيها عتاب ونقاش عاقل. يعني مثلا يا محمد انت بكلامك ده اهنت بنات محترمه جدا بتهتم بنفسها، مش معنى اني مهتمه بشكلي اني بعرض نفسي، انا بلبس لنفسي. ازاي تحكم على رجول الشخص بمجرد انه اختار واحده مهتمه بجمالها؟ ليه رابط الاهتمام بالرغبه في الجواز؟ احنا بنلبس لنفسنا عادي. دي كانت عينه بسيطه من الرسائل اللي وصلتني واللي خلتني اقول لازم اقف واوضح، مش علشان اعتذر عن المبدأ لكن علشان اصحح الفهم اللي وصل لبعض الناس بشكل خاطئ. فيلا بينا نوضح الصوره بشكل اوسع وادق. يلا بينا. بصوا يا جماعة، خلونا نتفق على أصل مهم جدا علشان ننهي أي سوء فهم. الاهتمام بالنفس ده فطرة، والجمال ده شيء ربنا بيحبه، فما فيش عاقل يقول إن الدين بيقول لازم البنت تكون مهملة في نفسها أو شكلها مش مرتب. بالعكس، النظافة والأناقة والذوق والترتيب دي كلها حاجات جميلة وراقية جدا، وأي إنسان سوي أكيد هيحترم البنت المهتمة بنفسها وبشكلها، لأن الأناقة والترتيب جزء من شخصيتها المحترمة والسوية. لكن خلوني أحكي لكم القصة من منظور تاني، منظور الحياة. احنا بنسمع عن نماذج لبنات ربنا يبارك فيهم قمة في الأناقة والشياكة، وبنفس الوقت ملتزمين بلبسهم الشرعي وبعاد تماما عن التبرج اللي بيخطف العين. أنا بقى كلامي كان عن الفكرة الثانية، أنا بتكلم عن اللحظة اللي البنت بتنسى فيها إن جمالها ده غالي ومصون وبتبدأ تتعامل معاه كأنه وسيلة جذب. لما يبقى هدف اللبس والزينة اللي بتلفت الأنظار من على بعد كيلومترات هدف البنت الأول والأخير، هنا يا جماعة البنت بتخسر أهم حاجة عندها وهي الخصوصية والقيمة. ولما يكون الهدف هو جذب الانتباه هنا بيتحول الجمال من فطرة راقية لشيء غرض الاستعراض. والفرق هنا كبير جدا بين بنت جميلة بحيائها وسترها وأناقتها الهادية وبين بنت هدفها تجمع أكبر قدر من نظرات الإعجاب المستباحة. الدين يا جماعة لما أمر المرأة بالستر والبعد عن التبرج ما كانش علشان يطفي جمالها، بالعكس ده علشان يحافظ على الجمال ده اللي يستحقه فعلا، مش علشان يكون مادة لإعجاب العابرين في الشوارع أو على السوشيال ميديا. ده كان قصد الحقيقي، إن خايف على القيمة دي إنها تضيع في سباق لفت الأنظار. علشان كده خلوني أرسم لكم صورتين والفرق بينهم هو جوهر كلامي كله. تخيلوا معايا بنت مهتمة جدا بنفسها، لبسها شيك ومحتشم ومنسق وراقي ومحترم. البنت دي وهي ماشية بتحس بهيبة وثقة طالعة منها، هي مش مستنية حد يقول لها أنت شيك ولا مستنية نظرة إعجاب من حد علشان تحس إنها جميلة. بالعكس دي ثقتها نابعة من جواها، هي محترمة لنفسها ومحترمة لقيمتها وعارفة إن جمالها ده شيء غالي مش متاح لكل عابر سبيل. دي بنت واثقة والتأكيد على قيمتها مش مستنياه من نظرات الناس. وعلى الناحية التانية في صورة تانية خالص، بنت تانية كل تفصيلة في حياتها مبنية على فكرة واحدة بس، إزاي ألفت الأنظار. قيمتها كلها مرتبطة بنظرات الإعجاب اللي بتشوفها في عيون الغرباء في الشارع. لو ما حدش بص عليها بتحس إنها مش جميلة، هي عايزة تكون مرغوبة ومحل إعجاب من أي حد وخلاص، حتى لو على حساب خصوصيتها وحيائها. أنا هنا بقى كنت بتكلم عن النوع التاني ده، النوع اللي بيستنزف روحه ونفسه علشان يرضي عيون الناس. ومش معنى كلامي ده إني بقول إن كل البنات كده، حاشا لله، البنات المحترمة المعتزة بنفسها هم الأصل وهم الكتلة الأكبر. لكن النوع التاني ده هو اللي كان لازم نحذر منه لأنه بيظلم نفسه قبل ما يظلم المجتمع. وعلشان نكون منصفين ومحدش يفتكر إن كلامي ده هجوم على البنات وبس، خليني أقول لك إن الموضوع ده مبدأ عام، والكلام ده بالمناسبة بينطبق على الرجالة كمان بنفس الدرجة. يعني لو بصينا للراجل اللي عايش حياته كلها وهدفه الأول إنه يستعرض عضلاته أو عربيته
أو لبسه لمجرد إنه يلفت نظر البنات، فالشخص ده عنده نفس المشكلة بالضبط، هو كمان شخص مهزوز من جوا، رابط قيمته كرجل بنظرة الإعجاب اللي بيشوفها في عيون الستات. تخيل راجل ماشي في مكان عينه مش على الطريق ولا على هدفه، عينه بس على مين بصت عليا وأنا لفت نظر كام واحدة النهاردة. الراجل ده بيحول نفسه لسلعة أو موديل غرضه لفت الانتباه وبس، وده بيخليه يفقد هيبة الرجولة الحقيقية اللي المفروض تكون مبنية على العقل والمواقف والرزانة مش على الشو والاستعراض. المرض هنا واحد يا جماعة، وهو فقد القيمة الداخلية سواء كان راجل أو ست. الشخص اللي بيعيش علشان ياخد قيمته من تصفيق الناس أو نظراتهم هو شخص بيظلم نفسه جدا. فلما كنت بتكلم ما كانش قصدي الهجوم على جنس بعينه، أنا كنت بهاجم فكرة إن الإنسان يحول نفسه لمجرد صورة أو استعراض علشان يرضي غروره من خلال عيون الآخرين. وده ينقلنا لنقطة تانية برضو سببت زعل في الفيديو اللي فات، وهي فكرة مين الراجل اللي بيقبل ده. خلينا طيب أصيغها ليك بأسلوب أهدى. الراجل الناضج يا جماعة اللي فاهم يعني إيه بيت ويعني إيه سكن، لما بيجي يدور على شريكة حياته بيدور على الاحترام والراحة والأمان، بيدور على واحدة تكون مملكتها هي خصوصيتها، واحدة هو حاسس معها إنه مش في منافسة مع عيون الناس كلها. وخلونا نتخيل الموقف ده، راجل ناضج بيفكر في الاستقرار، هل تفتكروا حيكون مرتاح وهو شايف شريكة حياته بتسابق الزمن علشان تاخد انتباه وإعجاب كل الناس على السوشيال ميديا أو في الشارع؟ أكيد لا، مش علشان هو متحكم لكن علشان هو بيدور على خصوصية. الراجل الناضج عايز يحس إنه لما يبص لزوجته هو بيشوف جمال خاص بيه هو، مش جمال مشاع ومستباح لكل العيون اللي في الكوكب. القيمة الحقيقية للست في نظر الراجل اللي بيفهم هي إنها تكون جوهرة مصونة مش عرض مستمر للجميع. هو عايز يحس بالقيمة والخصوصية معاها، مش إنه داخل في ماراثون يومي مع ناس غريبة بتبص وتقيم وتقارن. الرجولة الحقيقية هي إن الراجل يغار على ممتلكاته النفسية والروحية، وإنه يدور على زوجة تكون هي أمان وسكنه الخاص، مش واحدة بتستمد قيمتها من كونها محور اهتمام الرجال في كل مكان. ده اللي كنت أقصده، إن البيت بيتبني على الخصوصية، والخصوصية والشو عمرهم ما يجتمعوا في مكان واحد. في النهاية لو في حد بعد كل الكلام اللي فات لسه شايف إني بهاجم البنات ككل، فأنا بقول له بوضوح مشكلتك مش معايا، مشكلتك في نفسك. أنا مش ضد الجمال، أنا ضد تسليع الجمال، أنا ضد إننا نحول المرأة أو الرجل لسلعة هدفها الوحيد في الحياة هو جذب الانتباه وبس. أنا غيور على شكلنا وعلى قيمتنا وعلى بيوتنا إنها تتحول لمجرد ديكور علشان ناخد رضا الناس. رسالتي الأخيرة لكل بنت وكل شاب بيسمعني، قيمتك الحقيقية أكبر بكتير من إنك تربطها بنظرة الناس ليك. قيمتك في عقلك، في دينك، وفي رقيك، وفي الخصوصية اللي بتمتع بيها نفسك واللي بتحبهم. الجمال الحقيقي هو اللي بيخلي الناس تحترمك مش بس تبص عليك. وبس كده، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.